السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين، يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد ويوم جديد. قبل ما ندخل الفيديو بتاعنا تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو اول مره بقى بتشوفوني ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش بقى الكومنت الحلو واللايك الحلو. ويلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا. النهارده بقى معانا روتين جامد جدا، تحدي بقى الكسل، تنظيف عميق. بصي قولي يعني قولي اي حاجه. الفيديو اللي فات اخر فيديو انا كنت عامله روتين، وكنت بقول لكم انا كسلانه وحرانه وماليش مزاج اعمل حاجه وكلام كتير زي ده. الفيديو ده بقى عكس، يعني الفيديو ده عكس الفيديو اللي فات خالص. يعني انا متنشطه كده وعندي حماس وعندي طاقه كده. فقلت بقى امسك بقى المطبخ اعمله بقى تنظيفه عميقه كده. يعني بصوا، تنظيفه ما فيش بعد كده. يعني يعني زي التنظيفه الشهريه كده، او لما بنحب نعمل تنظيفه عميقه. اول حاجه نزلت كل حاجه في الدرج زي ما انتم شايفين كده من المطبخ، علشان المفرش اللي مفروش ده كان واقع عليه بواقي سكر وواقع عليه حاجات كده. فقلت بقى عشان ما تلمش بقى حشرات ولا نمل ولا كلام من ده، نزلت كل حاجة على الرخامة كده زي ما انتم شايفين. وبعدين بقى بفوطة كده ناشفة بدأت بقى ان انا امسح الارفف كده عشان لو في تراب او في اي حاجة. وبعد ما امسح التراب والكلام ده بروح بقى جايبة شوية خل كده على القماشة وامسح المفرش اللي انا هفرشه تاني، علشان الخل طبعا بيعقم احنا عارفين. ويشيل بقى لو في اي بواقي سكر اي بواقي حاجه. زي ما انتم شايفين كده بعمل كده في كل رف. وبعدين برجع ارص الحاجه بتاعته تاني. هنا بقى كان الرف اللي تحت فيه الزيت والخل وسكر وكل الكلام ده نزلته كده على الرخامه. والرف اللي فوق ده كان فيه الكوبايات اللي احنا مش بنحتاجها. يعني في كوبايات بره كده اساسيه بنحتاجها كل يوم، لكن الكوبايات دي مش بنحتاجها كل يوم. فكنت شايلاها كده على الرف اللي فوق، تبقى بعيدة عن ايديا شوية يعني. وسايبة الزيت تحت طبعا عشان الزيت بنستعمله كل يوم. فانا حاطاه كده في القريب. وانا بنزل بقى الكوبايات حسيت ان الكوبايات كده مش نظيفة، يعني عليها تراب وحاجات مركونة من فترة. فخدتها بقى غسلتها وقلت بقى اغسلها كده وانشفها واصفيها، وبعدين ارجع احطها مكانها تاني. هنا خلاص الكيس بتاع السكر اللي كان مفتوح ده فضيت بقى، مليت منه البرطمان والحبة اللي اتبقوا، وحطيت الكيس نفسه في طبق كده علشان ما يوقعش تاني على الرف بعد ما مسحته يعني وعقمته وكده. المكان ده بقى اللي فيه كل البرطمانات اللي هي فيها التوابل والكلام ده، فانا نزلت كله برضو ومسكت برضو الفوطة بالخل زي ما انتوا شايفين كده مسحت كل المكان عشان لو فيه تراب فيه اي حاجة بالخل كده عشان تبقى الدنيا كلها نظيفة. بعد كده احط بقى شوية خل تاني احط شوية خل تاني. وبعدين همسك بقى البرطمانات، امسح كده البرطمان من بره، وبعدين احطهم ارجعه مكانه. يعني علشان لو عليه حاجة يعني ايدي كانت مش نضيفة ومسكت البرطمان او كده، فيبقى برضو عقمته كده من بره، على بال بقى ما يبقى البرطمانات دي كلها تفضى ابقى اغسلها بقى في يوم لوحدها. هنا بقى كانت ماما في المطبخ معايا، فانا عمالة اكلم فيها كده واكلم في الولاد زي ما انتوا شايفين كده. بمسح كده كل حاجة بلمعها، يعني مجرد ان بلمعها كده بالخل او بعقمها وارجعها مكانها تاني بعد ما نضفت الرف كده مكانهم ومسحته وخليته زي الفل. ده بقى طعم التوابل ده اللي جنب البوتاجاز. فانا برضو حسيت ان هو مش متظبط كده، فلقيت بقى بشوف يعني ايه العلب الفاضية وايه العلب اللي مش فاضية. قلت لو في علب فاضية اغسلها. فملقتش غير العلبة واحدة بس هي اللي فاضية، فانا خدتها غسلتها هي والحمل بتاعهم. والاربع علب التانيين سبتهم علشان فيهم توابل كتير، فانا سبتهم بقى لما يبقوا يفضى اغسلهم. بس برضو بنفس الفوطة بالخل مسحتهم كده برضو من بره كده علشان ادهم كده تلميعة، على بال بقى يفضوا براحتهم. بقول لكم بقى الفيديو النهارده كله حماس وكله نشاط علشان طبعا احنا ملاحظين درجة الحرارة قلت شوية عن الاول. فانا اللي بأثر معايا يعني جامد هي درجة الحرارة. لو درجة الحرارة متظبطة بتلاقيني دايما كده متظبطة. فيعني بما ان كده الجو كان فيه يعني شوية هوا صغيرين كده، فادوني كده نشاط وحماس بقى ان انا اقوم اعمل التنظيفة العميقة دي. عايزه اقول لكم عن الفيديو ده لقيته ساعه، فانا يعني حذفت من ساعه لحد ما خليته يعني تلت ساعه او تلت ساعه وكام دقيقه، لان عملت حاجات كتير في المطبخ ما خليتش حته في المطبخ غير لما غسلتها ولمعتها. وفي حاجات كمان انا ما صورتهاش، يعني حاجات كمان كنت بختصر كده علشان التصوير بياخد وقت زي ما احنا عارفين، وكنت بعمل كده مع نفسي.
الرف ده بقى كان فيه كمية علب بس كانت محطوطة مش في يعني ايه، مش بالترتيب، فكانت عاملة ارتفاع، فانا خدت بقى ايه الصغير في قلب الكبير كده، وانا يعني وانا ماشية لحد ما حطيتهم كلهم كده في قلب بعض. هي العلبة الصغيرة شوية احطها في قلب الكبيرة، والعلبة الكبيرة في اللي اقل منها يعني في الاكبر منها، وهكذا. والطواجن بقى بتاعت الزبادي حطيتهم برضو، رجعتهم مكانهم بعد ما مسحت برضو الرف الخشب بتاعه كله، والرف نفسه والمفرش كمان مسحته وحطيته تاني زي ما كان بالظبط. هنا بقى الكوبايات اللي انا نزلتها من على الرف الاولاني، خدتها كلها بقى في البوله دي كبيره، حطيت بقى فيها كل الكوبايات كده عشان ما تتكسرش مني، وركنتهم بقى على الحوض على بال ما اجي اغسل المواعين اغسلهم. برضو حطيت شويه خل وعلى برضو الظرف كده من بره علشان تلمع كده يبقى شكلها حلو زي ما انتم شايفين، وعلشان لو في دهون عليها او اي حاجه تبقى نظيفه، عشان يبقى انا كده ايه نضفت يعني مره واحده. دي كانت اخر ضرفه بقى معايا، فيها بواقي توابل، فيها بيكنج باودر بقى، فانيليا، اكياس ملح، اللي هي الحاجات الزيادات دي، زي ما طبعا زي ما انتم عارفين يعني التوابل اللي هي متبقيه من البرطمانات. فيها مثلا كان في 2 بيكنج باودر، 2 فانيليا، نفس الكلام. وكان في برطمان كده فيه سكر مطحون او السكر الناعم ده، وكان في كيسين ملح او كيس ونص. فالمهم انا نزلت كل الحاجات دي برضو زي ما عملت في الاول، عملت فيها بالظبط. مسحت برضو كده بالفوطة ونفضت كده كل حاجة وشلت التراب، ومسحت الرف نفسه كده وبالخل وعقمت كل حاجة، وبعدين رجعت كل حاجة مكانها تاني، مسحت بقى من بره كده الازاز وكل الكلام ده عشان لو في دهون او في حاجة. معايا هنا بقى كيس اللي هو كيلو من الصابون السائل زي ما انتم شايفين. هنا كنت بفضيه في ازازة بس الصابون عشان لون البولة اللي انا حاطه فيها الازازة، فتحسوا ان مش واضح هو ايه، لكن هو ده صابون. وكنت حاطه البوله دي علشان لو وقع مني وانا بعمل يقع فيها، علشان احط بقى فيها ميه وابدا ان انا اغسل بقى المواعين واغسل بقى المطبخ واشوف هعمل ايه. حطيت بقى فضيت الصابون بقى بواقي الصابون اللي كانت في الكيس، حطيتهم في البوله، وحطيت بقى شويه من الميه، وفضيت شويه برضو كمان على البوله اللي فيها كوبايات علشان تعمل لي كده رغوه حلوه. واغسل بقى الكوبايات الاول. طبعا احنا عارفين لما بنيجي نغسل المواعين او نغسل اي حاجه بناخد بقى الاول كوبايات وبعدين المعالق والكلام ده وهكذا، الاطباق والحلل والكلام ده باخر حاجه. زي ما انتم شايفين بقى مسكت الكوبايات كلها غسلتها كده من بره ومن جوه، وبصوا يعني شايفين الرغوه عامله ازاي. انا بالنسبه لي النظافه هي الرغوه يعني الحاجه لو هي الصابون مرغ عليها كده وحاسه ان انا كده بحس انها نطفت، لكن لو مغيره كده ومش باين عليها بحس انها ما اتغسلتش كويس اصلا يعني. فالصابون ده صابون سايل بس الرغوه بتاعته حلوه يعني. في صابون كده بيبقى خفيف ما بيغسلش معاك، ما بيعملش الرغوه اللي انت عايزاها، وما بينضفش كمان معاك، لكن الصابون ده ما شاء الله حلو، والكيلو ب4 جنيه يعني مش غالي ولا حاجه. خلصت الكوبايات، فانا بوريكم بقى اللمعه بتاعتها وبدات بقى احطها تتصفى كده على صينيه جنبي كده على الرخامه التانية، عبال بقى ما اخلص المواعين واخلص الحاجات اللي ورايا هتكون هما بقى صفوا ونشفوا، ارجعهم مكانهم تاني. هنا برضو جبت الصفايه بتاعه المعالق، فضيت المعالق كلها، المعالق دي نظيفه، فضيتها كلها ومسكت بقى الصفايه كده غسلتها من جوه ومن بره، وبصوا عماله اغسل فيها من كل الاتجاهات علشان تبقى نظيفه بقى بالمره، بما اننا بننضف بقى تنظيفه عميقه فتبقى نظيفه من كله يعني. خدت الحاجات النظيفه كمان غسلتها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت برضو المعالق كده في البوله، هخلص الصفايه الاول علشان تصفى، واغسل بقى المعالق واحطها فيها المعالق بقى بالسكاكين بالشوك بكل الكلام ده. هنا ماما كانت عايزه تعمل قهوه فانا كنت بقى بحط لها ميه في الكنكه وبناولها بقى الفناجيل والصينيه وكل الكلام ده. هنا بقى السكاكين، يعني مع ان الحاجات دي نظيفه والله يعني انتوا شايفين انا مفضيها اصلا قدامكم من السله بتاعه المعالق، بس انا قلت او الصفايه بتاعه المعالق، بس انا قلت بقى بما اني بننضف تنظيفه عميقه، ممكن تكون حاجه ما استعملناهاش من فتره او عدى عليها يوم او 2 ما استعملناهاش، يكون عليها بقى بواقي دهون، يكون عليها تراب، يكون عليها اي حاجه، فانا كده ابقى ضامنه ان كل حاجه نظيفه. نزلت بقى الصابون وبدات بقى ان انا اشطف كده زي ما انتوا شايفين تحت الحنفيه بقى، وبلبط كده في الميه يعني البلبطه في الميه دي نفسها يعني بتحسسك بالسعاده، يعني تبلبطي في الميه والصابون كده انت كده بتحسي بالسعاده والله والله احسن ما نقعد بقى ونكسل وحرانين وزهقانين والكلام ده. والبوله كمان غسلتها
والحمل بقى بتاع التوابل كمان، والعلبة اللي هي فاضية دي غسلتهم برضو بالمرة عشان اسيبهم بقى يتصفوا. يعني كل حاجة قدامي مسكتها غسلتها. انا كان ناقص اطلع يعني الحلل والحاجات اللي في الظرف التانية واغسلها هي كمان. شايفين بقى النظافة، يعني شايفين بقى البلبطة في المية بقى ورغاوي الصابون والنظافة يعني بصوا يعني تحسي، يعني اكيد انتوا شامين ريحة النظافة اصلا وانتوا يعني بتتفرجوا على الفيديو. مع ان الجو كان مكركب حواليا والدنيا كانت بايظه على الاخر، بس بعد ما خلصت بقى تحسي باحساس حلو قوي كده ان انت خلاص خلصت كل حاجه وحاسه كده بريحه النظافه، ومش عايزه تعملي اي حاجه في المطبخ تاني عشان ما تبوظيش اللي انت عملتيه. هنا كنت خلصت بقى الكوبايات والمعالق والكلام ده، دخلت بقى على المواعين الاساسيه. يعني كان في حله كده كبيره وفي كام معلقه وفي كام طبق كل الكلام ده برضو مسكتهم بقى غسلتهم كده نفس الطريقه بالظبط. هسيبهم بقى يتصفوا وارجع كل حاجه مكانها، الحله احطها مكانها، الاطباق مكانها، كل حاجه مكانها، علشان بقى اروق. انا حاطه كل حاجه تتصفى جنب دلوقتي على الرخامات، علشان بعد ما كل حاجه تتصفى وادخلها مكانها اغسل بقى الرخامات الاول. كده زي ما انتم شايفين كانت الكوبايات اللي اتصفت والازايز كمان كنت مليتها وحاططها جنب كده عشان لو بقى ادخلها التلاجة. وده الحامل بتاع التوابل والعلبه حطها تتصفى مع الاطباق فوق كده كنت خلصت الماء. دخلت بقى على البوتاجاز، قلت بقى قبل ما اغسل الحوض علشان لما اجي اغسل بقى الحوض يبقى يعني ايه مرجعش ابهدله تاني. جبت بقى الحوامل بتاعه البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. هبدا برضو ان انا اغسلها واسيبها تتصفى علشان لما اكون غسلت البوتاجاز تكون هي صفت يعني ونشفت، ما يبقاش لسه عليها ميه ولا حاجه. فمسكتهم كده برضو اديت لهم الغسله الحلوه الجميله دي. يعني عشان تبقى نظافه نظافه. انا عندي البوتاجاز والرخامات هما نضاف يبقى الدنيا كلها نظيفه. لو الدنيا كلها نظيفة بقى والبوتاجاز والرخامات مش نضاف بحس ان الدنيا كلها مش نظيفة. زي ما انتوا شايفين بقى بالاسبونشة كده والسلكة بقى الناعمة والصابون بقى والمية طبعا انتوا شايفين انا بتكلم في ايه. يعني بغسل بضمير. اغسلهم بقى هما التلاتة كده بنفس الطريقة وبعدين نشوف هنعمل ايه بقى مع بعض. انا عارفة ان الفيديو ده هيبقى طويل عليكم غير كل الفيديوهات التانية، بس والله انا عشان عملت فيه حاجات كتير فانا حاولت اختصره يعني الى حد ما. يعني وصل معايا لحد 25 دقيقة، ما عرفتش اعمله اقل من كده. والله في حاجات اتعملت ما صورتها كمان. يعني مجرد ان انا صورت لكم الحاجات اللي هي التنظيف والكلام ده، في حاجات صورتها نضفتها وعملتها كمان بره الكاميرا. بس انا والله ما عرفتش اختصر الفيديو اكتر من كده. فمعلش بقى استحملوا، الفيديو ده هيبقى طويل فمعلش بقى استحملوني. وان شاء الله بعد كده مش هبقى اطول فيديوهات تاني. كده خلاص غسلتهم، هسيبهم بقى كده يصفوا على الرخامة. جبت كمان العيون بالمرة، قلت عشان يصفوا هما كمان اغسلهم كده واسيبهم بقى يصفوا مع الحوامل على ما اكون خلصت البوتاجاز. عشان تبقى كل حاجة كده نظيفة زي بعضها، مبقاش نضفت البوتاجاز ونضفت الحوامل وسايبة العيون بقى مبقعة كده او مش حلوة او عليها دهون، هيبقى كده كني ما عملتش حاجة. بما ان بقى تنظيفة عميقة يبقى كل حاجة تتغسل. جيت هنا بقى على الرخامات كده بقى، انا كنت يعني الى حد ما كده رجعت كل حاجة مكانها علشان الرخامات تفضل كده واعرف اغسلها. دي كانت اول واحدة معايا وبالسبونشة كده بقى وايه، يعني شفتوا اللي بقولك غسيل ومكوى هو ده بالظبط. غسيل يعني. طبعا الستيكر ده بيتغسل عادي، يعني انا غسلته كذا مره قبل كده ما حصلوش حاجه، فانا بغسله عادي وبعدين بنشفه على طول. فانا غسلت بقى الغسله الحلوه كده، واجيب بقى الفوطه المبلوله والم كل الصابون ده واشطف الفوطه وارجع تاني اشطف الرخامه عشان ما يبقاش عليها صابون مغير او عليها اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده.
احساس النظافة ده بقى ما اقولكوش، يعني انت تشمي ريحة النظافة بنفسك دي حاجة تانية خالص. يعني بتضيع لك اي تعب تعبتيه واي حاجة يعني اثرت عليكي او حر او كلام من ده. لا، انت مجرد ما بتشوفي الدنيا نظيفة حواليك كده بتقولي يلا ايه كله يهون يعني. جبت كمان بقى شوية خل ومسحت برضو الستيكر كده زي ما انتوا شفتوا بعد ما شطفته وخلاص نشفته، علشان برضو يبقى اتعقم معايا. ورجعت بقى الحامل بتاع التوابل ده وحطيت عليه بقية العلب. وهنا الكوبايات بقى بدأت ان انا ارصها مكانها علشان اغسل الرخامة التانية. يعني كل ده بفضي بقى الرخامة التانية عشان اغسلها هي كمان. برص بقى الكوبايات مكانها، وبعد ما رصيتها رجعت تاني في كلامي يعني افتكرت ان انا احط الكوبايات على وشها. لا، انا بحب احط الكوبايات واقفة كده او قاعدة، يعني ما بحبش اقلبها كده على وشها. فرجعت عدلتهم تاني كده زي ما انتوا شايفين معايا. كده خلاص كانت الرخامة دي فضيت كده بالنسبة لي ان انا بقى اغسلها عشان اشوف بقى البوتاجاز هياخد بقى مني وقت طويل يعني. غسلت بقى الرخامة وجبت بقى السيراميك اللي فوقها كده يعني، بس ما بهدلتش ميه كتير عشان انتوا شايفين بقى المفاتيح بتاعة الكهرباء، فانا اصلا مقلقة منها يعني. فانا بقى على الناشف كده من غير ما اكب ميه ولا حاجة، مجرد ان السلكة بس هي اللي مبلولة او الاسبونجة هي اللي فيها صابون بمية كده بس، يعني ما كبتش انا ميه ولا كلام من ده. وبرضه نفس الكلام بالفوطة ونشفت السيراميك الحتة اللي انا غسلتها دي يعني. وكده خلاص الرخامات بتاعتي اتغسلت وتعقمت بالخل ونطفت وكل حاجة تمام. رحنا بقى على البوتاجاز، لميت بقى كل بواقي الاكل اللي وقع عليه، وجبت بقى سلكة نضيفة خالص علشان كده اعرف اغسل بيها كده وتنضف معايا. وبسلكة بقى والاسبونشة، ونزلت بقى غسيل في البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. فكنت بقى بشوف الكوش دي بالمره اللي بلاقيها يعني عايزه تتغسل، بروح شايلاها غسلها بالمره واروح اشطفها على الحنفيه وتبقى تتصفى بقى مع بقيه الحاجات كده زي ما انتوا شايفين يعني غسيل غسيل. شفتوا بقى الواحد اللي بيطلع زهقه في حاجه، فانا كنت بطلع زهقي في البوتاجاز. هنا بقى بحرف السكينه كده بشوف لو في دهون حوالين بقى الاماكن بتاعه العيون او الاماكن الصعبه اللي انا مش قادره اوصلها بايديا. بجبت بقى سكينه كده يكون الحرف بتاعها رفيع كده، وبدات بقى ان انا بالسكينه اشيل بقى الدهون والحاجات اللي هي لازقه واللي انا مش عارفه اوصلها. والكوش كمان نفس الكلام غسلتها بالمره. يعني كده كل حته في البوتاجاز اتغسلت. زي ما انتوا شايفين كده بالسلكه، وبلف حوالين يعني العيون وحوالين كل حاجه يعني ايه عشان ابقى ضمن ان كل حاجه نطفت. خدت بقى الحاجات دي ورحت شطفتها كده، وديتها تشطف كده على الحنفيه، شطفتها وجبت بقى الفوطه دي بليتها، وجيت بقى ببلها الم بقى الصابون وراح اشطفها وارجع تاني الم بقى الصابون وانشف وهكذا واشطف يعني وكل الكلام ده. برضو بعد ما شلت الرغوه بتاعه الصابون وكده كانت مداريه في حاجات انا ما كنتش شايفاها، جبت السلكه يعني وفضلت اعيد بقى من اول تاني. لو في حاجه فاتتني او في حاجه انا مش شايفاها برجع اعيد عليها تاني. هنا كنت خلاص خلصت غسيل البوتاجاز. كنت فصلت بقى الكاميرا على ما اخلص انا براحتي كده. وبعدين جبت بقى شويه خل وجبت فوطه بقى ناشفه خالص، وبدات بقى ان انا المع البوتاجاز. دي بقى اللمعه الاخيره وده التاتش الاخيري بيخلي البوتاجاز يلمع. ونزلت هنا بقى على الفرن بقى والمفاتيح بتاعه البوتاجاز والجوانب وكل الكلام ده زي ما انتوا شايفين كده بالصابون والميه وايه يعني بهدله بهدله. قلت بقى بما اني همسح كده كده همسح الارضيه، فقلت بقى يعني اغسل بقى بالمره وبهدل بقى رغاوي وميه والكلام ده عادي. كده كده اللي هيقع على الارضيه، وانا كده كده همسح الارضيه.
كده خلاص كنت خلصت كمان الازاز بتاع البوتاجاز كده من بره والمفاتيح والكلام ده، وبرضو بالقماشة بقى الناشفة والخل، وده التاتش الاخراني اللي لازم اعمله علشان يديني اللمعة اللي انا متعودة عليها او اللمعة اللي انا حباها، او اللمعة اللي انا حابة ان انا اشوفها في البوتاجاز بتاعي. لكن ما احبش ان انا اشوفه بقى مغير كده، بتعقد منه واحس ان هو منضفش اصلا. هنا بدأت اركب بقى كل حاجة مكانها تاني، العيون بقى والحوامل وكل الكلام ده، بدأت بقى اظبط كل حاجة مكانها تاني كده بالشكل ده. كده البوتاجاز بتاعي بقى مفيش انضف من كده. جيت هنا بقى خلاص على الحوض، خلاص ما عدتش بقى هغسل فيه حاجة ولا عاد فيه حاجة فيها دهون ولا الكلام ده، فقلت بقى ادي الحوض بقى غسلة كده محترمة بالسيراميك بقى اللي فوق الحوض. طبعا المكان ده احنا عارفين بنغسل، كل ما بنغسل معاه بنغسله، اللي هو الحوض بالرخامة بتاعة الحوض بالحنفية بكل الكلام ده اساسي، ده اساسي في كل روتين، او كل روتين ايه، في كل في كل غسيل مواعين يعني، في اليوم العادي خالص يعني الحوض ده بيتغسل اكتر من مرة. ودي كانت البوله بقى اللي انا كنت حاطه فيها الصابون كده. خلاص انا خلصت، ما عادش باقي لي حاجه غير الارضيه، فانا بقى كنت بشطف بيها كده وغسلتها هي كمان بالمره، وهحطها بقى تتصفى عشان ارجعها برضو مكانها. بشطف بقى وبنزل بقى الميه الزياده بايديا كده والصابون الزياده وكل الكلام ده. طبعا الحوض من الحاجات برضو الاساسيه اللي احنا لازم نهتم بنظافتها علشان ما تطلعش كده ريحه وحشه او يبقى مغير او يبقى في دهون او كده، عشان طبعا بنغسل فيه الخضار بتاعنا وبنغسل فيه كل حاجه، فيفضل انه يكون دايما نظيف كده ومتعقم. عندي بقى قتة، مش عارفه انتوا عارفينها ولا ايه، القتة اللي هي عامله زي الخيار كده بس بتبقى اكبر من الخيار. فهي لسه جايه دلوقتي يعني ايه مجموعه من الارض حالا، يعني حد جايبها لنا، حد زارعها وجايبها لنا مجموعه من الارض يعني. بصوا لسه طازه يعني. فانا غسلتها كده بالمره وسبتها بقى تتصفى جنبي كده على الحوض، ورحت بقى على الارضيه بتاعه المطبخ، كانت هي اخر حاجه اصلا متبقيه ليا كده. أنا كنت خلصت المطبخ كله. بدأت بقى ان انا اكنس كده، يعني الاول قبل ما اكب ميه وقبل اي حاجه لازم اكنس كده عشان لو في تراب او في حاجه اشيلها قبل ما اكب ميه بقى عشان ما بهدلش الدنيا. بكنس كده بطلع بقى على بره على طول. وبقى لو في حاجه لازقه على السيراميك كده زي ما انتم شايفين بقى بالايد بتاعه المقشه كده وبحكها كده بتطلع على طول. جبت بقى ميه نظيفه تاني وجبت حطيت فيها شويه بريل بقى او شويه صابون سائل ورشتهم كده في المطبخ. انا مش عايزه اكب ميه كتير عشان ما تدخليش بقى تحت التلاجة والكلام ده، طبعا عشان التلاجة راسية كده على البلاط فهتبقى صعب ان انا هقعد بقى ازق التلاجة وحوارات تانية. ما حاولتش ان انا اكب ميه كتير، ومسكت بقى المساحه بتاعتي وبدات بقى ان انا امسح. المساحه دي احسن حاجه فيها ان هي بتدخل في كل الاماكن تحت اي حاجه وبتلف حوالين اي حاجه، فهي سهله بالنسبه لي يعني. وعلى السريع كده بدات بقى ان انا امسح زي ما انتم شايفين. هي بتغلبني شويه رخمه يعني بس بتقضي الغرض يعني. وكده خلاص كنت بقى نشفت بقى في الوقت ده، كنت خلصت يعني وفكيت بقى القطعة اللي هي الغيار بتاع المساحة دي، شطفتها وغسلتها ورجعت ركبتها تاني وكده بنشف بس. وده شكل بقى المطبخ بتاعي. شايفين بقى اللمعان وشايفين النظافة. طبعا انا مش انا اللي هقول بقى النظافة يعني، اكيد انتوا شامين ريحة النظافة وحاسين بالنظافة اللي انا حاساها. عايزة اقول لكم انا منع حد يدخل المطبخ. بصوا مكهربة المطبخ كده عشان محدش يدخل يبهدله تاني. ده بقى شكل المطبخ بعد ما خلصت. شكل البوتاجاز شايفين بقى اللمعان وشايفين بقى النظافة عاملة ازاي. كل حتة في البوتاجاز اتغسلت. كمان برضه انا غسلت الفرن بس بره التصوير. ودي الرخامات وده بقى المطبخ مسحته بقى من بره ولمعته كده زي ما انتم شايفين. الرخامات اتغسلت واتعقمت برضه.
الارضيه طبعا شايفين هي اصلا بيضه، وشايفين بقى النظافه عامله ازاي، والبياض بتاعها بيلمع ازاي. السيراميك بيلمع خالص يعني، نضيف نضيف جدا. والحوض كمان اتغسل. وكده انا خلصت الروتين بتاعي النهارده. بتمنى يكون عجبكم بقى، وبتمنى تكونوا شجعتم.